اهلا بكم مشاهدينا وحلقه جديده من ليالي، حلقه يوم الجمعه. زي كل جمعه بنتكلم عن شخصيه ادبيه معينه. يمكن شخصيتنا النهارده ليه مقوله مهمه جدا احنا عايشين بيها لحد النهارده، وكانت مقوله مستقبليه، ولكن بطبيعه شخصيه هذه الشخصيه اللي هنتكلم عليها النهارده اعتقد ان دي كانت اراءه الفلسفيه. بيقول: ماذا تهم الحياه التي يختارها الانسان والمصير الذي يريده إذا كان هناك قدر واحد بيختاره هو بنفسه كما يختار ملايين من الناس الذي غمرهم هذا القدر باختياراته. هكذا وصف الفيلسوف والروائي الفرنسي ألبير كامو بهذه المقولة الحياة بشكل عام. ألبير كامو هو كاتب وروائي فرنسي وكاتب مسرح أيضا. هو جزائري فرنسي، ولد عام 1913 وتوفي عن عمر يناهز 46 عاما في حادث سيارة. الحقيقة هو كان ديانته كان الحاد، وكان ليه آراء وجودية. كان متأثر جان بول سارتر الفيلسوف المعروف. وأيضا يمكن هو اطرد من الجزائر، الاحتلال الفرنسي طرده من الجزائر لتمسكه ووقوفه بجانب المقاومة الجزائرية. توفي والده بعد عام واحد من ولادته، ووالدته اسبانيه وكانت تعاني من مرض الصمم. برحب بضيوفي النهارده في ليالي الدكتور عزوز علي اسماعيل الناقد الادبي. اهلا بيك دكتور عزوز. اهلا وسهلا. والدكتوره رانيا حسن استاذ الادب الفرنسي بكليه اداب جامعه حلوان. اهلا بيكي معانا دكتوره رانيا. اهلا بيكي يا استاذ. انا حابه النهارده اعرف الشخصيه اكتر. يمكن الكاتب الفرنسي ألبير كامو يمكن اثار الجدل في اراء كتير جدا وفي رواياته، لكن حابين نعرف تفاصيل اكتر من حضراتكم. اتفضلي. اتفضل يا دكتور عزوز. ألبير كامو ده كاتب فرنسي جزائري، لأنه ولد في الجزائر من أب فرنسي وأم إسبانية. عاش حياة فقيرة بعد أن توفي والده بعد عام الأول في الحرب العالمية الأولى. بداية الحرب العالمية الأولى، وده أثر عليه فيما بعد. ألبرت كامو فيلسوف وجودي، انتقل من الوجودية، البحث عن الوجود، البحث على ما هو خارج الطبيعة، إلى العبث ورحلة العبث. وكانت طبعا له صداقاته مع جان بول سارتر وغيره من الأدباء والفلاسفة الوجوديين. وبالمناسبة افترق في لحظات حينما أصر ألبرت كامو على مواصلة نضاله ضد النازيين أولا وضد الذين احتلوا الجزائر وهم الفرنسيون، الأمر الذي دعا الفرنسيين إلى أن يأخذوا ألبرت كامو ويرحلوه من الجزائر إلى فرنسا. له أعمال رائعة، على الرغم من أن أعماله قليلة، إلا أن أولا حصل على جائزة نوبل في الأدب سنة 57 عن مجمل أعماله، وخاصة رواية الغريب والطاعون وسوء تفاهم مسرحياته العديدة. هذا الرجل وفلسفاته كانت لها أبعاد حتى الآن نستفيد من هذه القراءات. لك أن تتخيلي أن هذا الكاتب الفرنسي بداية حينما شب عوده بدأ في الكفاح ضد الاستعمار النازي لبلاده، وعمل صحيفة تسمى بصحيفة الكفاح مع رفاقه الذين ناهضوا هذا الاستعمار النازي لفرنسا، وحاول بقدر المستطاع مع مجموعته من الأصدقاء والمحبين للأدب أن يتوغلوا في هذا الأمر. ثم بعد رحلة شاقة من الأدب والكفاح توفي طبعا كما ذكرت حضرتك عن عمر يناهز 46 سنة. وطبعا كان شابا وكان قادرا على العطاء أكثر وأكثر. ألبرت كامو يستحق الدراسة ويستحق دراسات عديدة. هذا الرجل الذي حصل على جائزة نوبل في الأدب بأعماله هذه التي خلدت ذكره وخلدت اسمه، أصبح الآن يعني أيقونة لدى الكثيرين وخاصة دارسي الأدب الفرنسي. دكتورة رانيا، ألبير كامو في رواية الغريب شبه إن هو هذه الشخصية أو صاحب هذه الرواية، لأنه عاش غريبا في الحياة برغم قصر مدة عمره. مات 46 سنة في حادث سيارة، وكان معاه تذكرة قطار. صحيح. ليه؟ يعني ايه حكايه تذكره القطار اللي كانت معاه؟ هو كان يعيش في ضاحيه
وكان في طريقه مع صديقي جاليمار إلى محطة القطار ليستقل القطار إلى وهو أصر صديقه جاليمار أن يصطحبوا إلى محطة القطار لكي يتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس ليبدأ نشر مسودة عرض مانuscrit مسودة كتابه الجديد. هو عاشق للحياة على عكس ما كان يمكن تصوره عن ألبير كامو بقراءة فلسفته. فلسفته هي فلسفة العبث. العبث هو أن الحياة ليس لها معنى ما دامت تنتهي بالموت. هو كما ذكرتي سيادتك وتفضلتي هو كاتب ملحد، إذن هو لا يعتنق بالديانات، هو يعتنق فقط بما يقبله العقل والمنطق الإنساني. هو لا يعتنق بما وراء المنطق أو الميتافيزيقية، يعني هو لا يقتنع بما لا يقبله المنطق الإنساني. ألبير كامو كما ذكرتي هو كاتب مشتت الهوية أو منقسم الهوية بين الجزائر وبين فرنسا. وعندما سألوه هل أنت جزائري أو فرنسي رد أن فرنسا هي وطني ولكن الجزائر هي أمي بالتبني. وعندما حصل على جائزة نوبل كان عند تسلمه كان في المقاومة الفرنسية ضد احتلال الألماني، كان في المقاومة الفرنسية وكان يساند المقاومة الجزائرية أيضا، وكان ضد ما يقوم به المستعمرون والمستوطنون الفرنسيين في الجزائريين. وهو كما ذكرتي رحل من الجزائر أو استبعد من الجزائر وتوجه إلى فرنسا، وهناك بالفعل شارك باسكال بيا في إنشاء جريدة لو كومبا أو الكفاح، ولكنه لماذا؟ لأنه كتب ريبورتاج أو مقال تفصيلي عن حياة القبائلية أو الكابيل وكيف كانوا يمتهنون وكيف كانوا يعاملون بقسوة وعدم احترام إنسانيتهم من قبل المستعمر الفرنسي، ولذلك هو استبعد بسبب مؤازرته للمقاومة الفرنسية. ولكن تأتي رواية الغريب وتستعرض تناقضا غريبا فعلا في شخصية ألبير كامو، ألا وهو أن ألبير كامو كان في طبعا بطل الرواية إذا قرأتيها هو ميرسو، وميرسو هو فعلا فيه الكثير من أفكار ألبير كامو. هو رجل عبثي يؤمن بأن الحياة لا معنى لها ولكنه متمرد على قدره، إذن هو لا يستسلم للموت أو لفكرة الانتحار. قام بقتل، هو كان يتنزه مع أصدقائه على البلاج على بحر في الجزائر، وقام بقتل عربي. وهنا انتقد لأن هذا العربي لم يذكر اسمه ولم يتكلم هو فقط كان ظاهرا في الرواية باسم العرب. أنا رب، هم كانوا 4 شخصيات عربية قتله ميرسو. وعندما سأله المحققون والقاضي في جلسة المحاكمة قالوا له لماذا قتلته؟ قال لأنني أصبت بضربة شمس. وهنا هذا هو العبث. أتقتل شخصا؟ فسألوه لقد لوح لك بسكين، لأنه من قرأ الرواية هو العربي لوح له بسكين، لم يذكر، قال لا السكين لم يضايقني ولكن الشمس والحر هما ضايقاني. هو العبث، هو الموت بلا سبب. لماذا يموت الإنسان؟ هي دي ثقافة، هي فلسفة. لماذا يقتل؟ هم سألوه مرة أخرى أنت قتلت مرة وأرديت أرضا، يعني وقع في الأرض، لماذا قتلت 4؟ يعني لماذا صوبت إليه بمسدسك 4 مرات؟ قال لا أعرف، ولذلك حكم عليه بالموت، بالإعدام ميرسو. فثقافة العبث هي تناقش هذه الفكرة، ما معنى الحياة ما دامت تنتهي بالموت. وهنا ناقش ثقافة العبث ليس في الاترونجي، ليس في الغريب، ولكن في 2 من كتاباته شديدة الأهمية، وهي محل دراسة كما تفضل الدكتور وقال حتى يومنا هذا. هي أسطورة سيزيف، لوميت دو سيزيف، ولوم ريفولتي أو الإنسان المتمرد أو المتمرد. وفي الكتابتين هما كتابتين فلسفيتين يستعرض فيهم فلسفة العبث. يقوم ألبير كامو باستعراض ما هو العبث ويرد على بعض الاتهامات التي وجهت له أنه متشائم مثلا، كما وجه لجون بول سارتر أنه متشائم، ويقول لا أنا محب للحياة وأنا أنتصر وأنا سيد قدري. نعم توجد أشياء لا يمكن تفسيرها لأنها حتمية أو لأنها بمشيئة القدر، ولكنني لن أستسلم.
وهنا استعرض هذه الفلسفة العبثية في أسطورة سيزيف. سيزيف البطل الإغريقي الذي حكم عليه الآلهة بأن يقوم بتصعيد، بأن يصعد صخرة إلى أعلى، إلى قمة الجبل، ثم ستسقط الصخرة بفعل الجاذبية، يقوم بتصعيدها مرة أخرى ومرات متتالية حتى يموت. هذا هو كان قدر القاسي الذي قدر على سيزيف. وكان ألبير كامو يرى في شخصية سيزيف أو شخصية هذا البطل الأسطوري الإنسان العبثي بجدارة، لأنه إنسان لا يستسلم لقدره. كان من الممكن لسيزيف أن ينتحر، يعني لأنه يقوم بعمل شاق جدا ويرجع يعيده مرة أخرى، ولكنه يقول لا، سيزيف هو لم ينتحر، لأن الانتحار ليس حلا للعبثية. يجب أن أعي أن الحياة عبثية، وأن الموت سينهيها، وأنها لا معنى لها، ولكنني سأنتصر على قدري، سأجد معنى لحياتي، سأجد معنى لسعادتي. دكتور عزوز، يمكن ألبير كامو كان متمسك بالفلسفة الوجودية، وكان مرتبط جدا بالفيلسوف جان بول سارتر. فكرة الوجودية بالنسبة له كانت بتعني ايه؟ الوجودية هي الوجود والبحث في الوجود. طبعا هو كان ملحدا لا يرتبط بديانة، وكان شيوعي، في نفس الوقت. يمكن ده لما انتقل من الوجودية إلى العبثية كان محض خلاف بينه وبين جان بول سارتر. ولكن دعيني أتحدث عن جزئية مهمة، وهو كما تفضلت الدكتورة، من أفضل أعماله له كتابان رائعان: أسطورة سيزيف اليوناني، ورحلة العبث الوجودي الذي صار وراءه هذا الروائي. ثم كتاب آخر وهو المتمرد عن الحياة. هذا المتمرد في كتاباتي متمرد على الواقع. إذا نظرنا ودققنا جيدا في رواية مثل الغريب، انظري إلى العبث بقى وعدم اكتراثه. والدته كانت في نزل وماتت، للمسنين وماتت، فاتصلوا عليه حتى يأتي إليها وينظر إليها نظرة الوداع الأخير كما نعرف. وبالفعل جاء هذا الرجل من مسافة يعني إلى حد ما، ده كان في الجزائر، ثم جلس بجوار الغرفة التي كانت فيها والدته وهي ميتة، وقال له المسؤول عن هذا النزل: تريد أن تنظر إليها؟ فقال لا، يعني لا يكترث حتى بالنظر إلى والدته التي تركها في هذا النزل. وجيهة استهانة. بالإضافة إلى ليس في هذا، بل جلس يدخن السيجار. ليست قسوة، ولكن فكرة العبث والبحث. هي فكرة العبث أن كل من يحب معرض للموت، إذا لن أحزن. فحاول يعني حتى ليس في جزئية هذه فحسب، حينما يسألونه مرة تلو المرة عن رغبته في رؤية والدته قبل أن يقوموا بإحكام هذا النعش حتى تدفن والدته، إلا أنه كان يصر على أنه لا يريد أن يراها. وهنا في يعني القسوة أو العبث أو العدم الاكتراث بالحياة، لأنه يعلم أن نهاية الحياة هي الموت. ليس في هذه الجزئيات تحديدا، بل هناك جزئيات أخرى. لم يكترث بحكم الإعدام، لأنه يعلم أن في النهاية موت. لم يكترث بهذا الأمر. بالإضافة محبوبته نفسها ماري لم يكترث حينما ابتعدت عنه. هذا العبث الوجودي الذي كان عند ألبرت كامو كان الحياة من أجل الذات فقط. يبحث عن ذاته، ويبحث عن فكر. هذا الفكر الذي في نهاية الأمر هو عبث، طالما أن الحياة تنتهي بالموت لماذا أهتم؟ ولكن كانت لديه قيم رفيعة، أنه حاول في كتاباته المتعددة الدفاع عن الدول التي احتلت والدول التي اغتصبت، وكان ذلك كان محط هو كان صاحب قضيتين، القضيه الجزائريه والقضيه الفرنسيه. نعم. طبيعي، وكان يلام، وطبعا كان هناك مشادات كثيره بينه وبين فرنسي وبينه وبين جزائري وما الى ذلك. لكن انت تتخيلي في رواياته الاخرى مثل الطاعون، هذه الروايه، او حتى مسرحيته الشهيره اللي هي سوء تفاهم. بطل هذه المسرحيه طبعا كانت هناك ام وبنتها يمتلكان فندقا، اتعمل منه فيلم مصري. اتعمل فيلم. يمتلكان فندقا، ولكن فكر ان كان سناء جميل نعم مارتا دي بقى هي فكر ان يعني يسلب نزلاء الفندق اموالهم ثم يقتلونهم عن طريق التخدير. وكان هناك شخصيه
رائعة، وهو العجوز الذي عادل كان عادل أدهم. نعم. هذا العجوز تحديدا هو كان فيه اللغز، حتى لما كانوا بينادوا عليه ما بيسمعش. هو كان يعلم. هذه الشخصية تحديدا هي يعني شخصية العبث. هو كان بيسمع، كان لكن بيسمع. هو كان بيصطنع ان هو كانت بيسمع. في غاية من الجمال والروعة، حتى في موقف صعب جدا. كان ابنها قد هاجر هذا المكان وتركها هي وابنتها، ولكنه بعد فترة أراد أن يعود إليهما، ولكن حينما عاد ما عرفوهوش، لم يعرفوه، وظل في الفندق، هذا الفندق، وقتلته أمه. برضو هنا نرى نوع من العبث ونوع من عدم الاقتراف. وبعدين انتحرت لما عرفت ان هو واخته نفس الحكايه. أخته هما الاثنين، هما كلهم ماتوا. ولكنه هو ضد القتل، يعني هو يدعو الى التمرد. واعتقد ان هذه التمرد على الشخصيه الظلم. تحديدا شخصيه نعم. الابن في نعم. في هذه المسرحيه هو هو ألبير كامو كفكر وكثقافه هو لا يدعو للتشاؤم، يدعو الى حب الحياه، يدعو الى الضحك. على المستوى الشخصي له علاقات نسائيه متعدده، اذا هو محب للحب، محب للحياه. تزوج مرتين بالمناسبه. يوجد ايضا جزئيه في مسرحيه مالونتوندو او سوء فهم، هو ضد القتل بصوره مطلقة. وعندما نصح الإنسان بالتمرد، رغم فكره دعونا نتحدث. هو ضد قتل مطلق ويدعو إلى التمرد، وليس هذا التمرد أو هذه الثورة بالقتل. هو يتمرد على العبثية ليقول أنا موجود، أنا لن أستسلم للموت. يقول هذا الكلام. وهو ألبير كامو وولد في مرحلة حرب، وحرب عظمى. الحرب العالمية الثانية هي حرب عظمى، إذا كان يواجه هذه الإشكالية التي نواجهها. الثانية هو يقال عليه جيل ما بين الحربين، لا جينيراسيون اونترو دو جير. هو الحرب العالمية الأولى كان عنده سنة. نعم لم يكن يعي، ولكن كان ضد قصف هيروشيما، وكان ضد القنبلة. هو المفكر الغربي الأول الذي أعلن استنكاره قصف هيروشيما بقنبلة النووية. إذا ألبير كامو وفكر العبث ناهيك عن الناحية الدينية والإلحاد، ولكن أتحدث عن فكر العبث من الناحية الإنسانية، وفكر راقي. والقيم التي يستعرضها ألبير كامو هي قيم يمكن تطبيقها على كل عصر. من منا لا يستنكر هذا الكم الهائل من القتلى الذين يسقطون يوما بعد الآخر، ونحن لا نتفهم لماذا يسقطون. هو كان يتساءل، كان يطرح هذه الإشكالية: لماذا الموت؟ لماذا القتل؟ كانت الحكومات في هذا الوقت، في وقت الحرب العالمية الثانية، في وقت حياة ألبير كامو، كانت تتشدق بمعاني الحضارة والإنسانية وحب الإنسان والأخلاقيات، وتقتل. وهنا رأى التناقض، ولذلك كما تفضل الدكتور وقال هو كان ضد جون بول سارتر، لأن جون بول سارتر كان يتبنى الاتحاد السوفيتي. لكن في البداية كان معه، لكنهم وكان فراقهما فراق عظيم عظيم، وكان يتبادل الرسائل يعني الرسائل. لماذا افترق؟ لأن جون بول سارتر شيوعي، وجون بول سارتر أخذ بالمثل السوفيتي مثل لمهاجمة الحكومة الفرنسية. إذا كان هو مؤمن بالشيوعية، وكان يأخذ الاتحاد السوفيتي والتجربة الشيوعية كتجربة يريد تطبيقها في فرنسا، وبها يحارب الحكومة الفرنسية، يقاوم الحكومة الفرنسية. جاء ألبير كامو وانتقد ما يحدث في الاتحاد السوفيتي من داخله. أريد أن أقول شيئا: ألبير كامو لم يكن كان يعلنه: أنا لا أنتمي لحزب سياسي، أنا منفرد متفرد، لي آراء، أنا لست فيلسوفا، أنا أحب أن يقولون علي أنني فنانا. هو مفكر وليس فيلسوف. وعندما بدأ أن يتخبط في هذه الناحية ويعارض جون بول سارتر في هذه الناحية، ويذكر كثيرا مساوئ الاتحاد السوفيتي والمذابح التي كان يعملها ضد الألبان وما إلى ذلك، يعني كانت هذه مرحلة عصيبة. وذكر كل هذه الأحداث، وإذا به وجد جون بول سارتر أنه لا مجال أن يفترقان، وبدأ فعلا يفترقان، وبدأ يراسلان كل منهما الآخر برسائل جادة: أنك لا تنتمي لفكري، ومع أنه كان تلميذا لجون بول سارتر. وبدأ ألبير كامو يعلنها أيضا: أنني لا أنتمي لجون بول سارتر، وأنا لا أنتمي لحزب. أريد أن أقول شيئا آخر: ألبير كامو كان عضوا في الحزب الاشتراكي الجزائري لمدة 2 سنين فقط، ثم انفصل.
عنهم. لم يمكث كثيرا مع الحزب الشيوعي الجزائري في الفرنسي في الجزائر في هذا الوقت. طيب حابه ارجع لبدايه ونشاه البير كامو. كانت نشاه عصيبه جدا. زي ما قلنا في البدايه ان والده توفي وهو عنده في عامه الاول. والدته كانت مريضه بمرض الصم. كان في بيئه فقيره جدا جدا. هو ولد بالفعل في بيئه فقيره. الى اي مدى اثرت نشأته في افكاره؟ طبعا نشأته هذه اثرت في افكار جميعها فيما بعد. اولا الفقر المدقع الذي عاش فيه هذا الرجل منذ ولادته ظهر فيما بعد في دفاعه عن الفقراء. ليس فقط في دفاع عن الفقراء بل أيضا في دفاعه عن المظلومين في كل المناحي في الدول التي احتلت في كان دائما. وكتاباته على فكرة كتابات هذا الرجل أو أدب ما بين الحربين هناك دراسات عديدة في هذا الأمر. أنا أعرف أستاذ في جامعة شارل دي جول بفرنسا أستاذ يحيى الدكتور يحيى الزكراوي دراسات عديدة فيما بين الحربين، أدب ما بين الحربين، وخاصة جون بول سارتر والبرت كامي وغيره من الأدباء الذين عاشوا هذه الفترة. لأن هذه الفترة كانت فترة تموج بحتى الحروب الباردة بين الدول العظمى وبعضها البعض. عبر هذا الرجل عن هذا الأمر في أعماله الأدبية، حتى إذا ما نظرنا إلى رواياته المتعددة نجد فيها الدفاع عن الفقير، الدفاع عن كل ما هو مظلوم، سواء كان في رواية الغريب أو في كاليجولا المسرحية أو له رواية رائعة وهي الموت السعيد. انظري إلى حتى عنوان الرواية الموت السعيد، يعني تبحث عن السعادة حتى لو ارتكبت جريمة. دي خلاصة هذه الرواية الرائعة لهذا الرجل. طبعا معظم أبطال البرت كامو متشابهون إلى حد ما، وهم البحث عن الطريق الذي يؤدي إلى خلاص البشرية، الوصول إلى الأفضل من خلال. وعلى فكرة كان يبدأ رحلة اللامبالاة من اللامبالاة المحبوبة، طريقة للحياة. يبدأ في هذا العالم. يبدأ باللامبالاة المحبوبة وليست اللامبالاة التي يكرهها الناس. يعني هو لا يكترث لا يهتم، ولكن في شيء محبب إلى نفسي وإلى ذاتي. لذلك نرى الوجودي دائما يقول لا أريد أن يقول عني أحد إنني وجودي، حتى لا يحشرني أحد في زمرة هؤلاء الوجوديين، لأن الوجودي الحقيقي هو الذي يقول ها أنا ذا نفسي وذاتي، أريد أن أظهر لكن ذاتي. الوجودي يختلف عن العبثي. ده مذهب، ده مذهب وهذا مذهب، وهذا الذي انتقل إليه بعد ذلك البير كامو في معظم أعماله، على الرغم من أن أعماله قليلة إلا أن كتاباته لها دلالات ولها بعد. العالم الفكري والأدب والثقافة طبعا لها بعد ولها ورغم أنه عاش فترة كبيرة حالة من الاضطراب الديني والاضطراب السياسي والاضطراب الفكري، كان عايش في قهر. هذا القهر سواء كان في الجزائر، لأن هو اتعلم في الجزائر حتى حصل على الجامعة في الفلسفة من جامعة الجزائر، وبعد كده انتقل إلى فرنسا وعاش هناك يعني ردحا من الزمان مدافعا عن هؤلاء مثلما قهر هو الآخر. كان مشارك في المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال الألماني. نعم شارك، ومعه زملائه وأقرانه من أصدقائه الذين دافعوا، وهم برضه جميعهم قد أصيبوا بما أصيب بهذا الرجل من اعتقال وأمور يعني نقصت عليه حياته. البرت كامو كتاباته القليلة هذه فيها أبعاد فلسفية عديدة، يعني لو قرأناها الآن ممكن نستخرج منها أشياء أخرى غير الذي استخرجت من قبل، خاصة إذا ما نظرنا إلى الرسائل التي كانت بينه وبين جون بول سارتر. هذه الدراسات هذه الكتابات أو المكاتبات التي كانت بينهما تستحق دراسات، وبالفعل هناك من قام بدراسات عن هذه الكتابات وقام بعمل مقارنات بين هذين الصديقين قبل أن يفترقا وبعد أن يفترقا. فجون بول سارتر والبرت كامو هذان فيلسوفان رائعان استطاع بفكرهما أن يغيروا، وهذا هو دور الأديب، لأن الأديب أو الكاتب هو لسان حال القومي، والأدب منذ أرسطو حتى الآن ما هو إلا تعبير عن المجتمع، تعبير عن الحياة، المحاكاة كما نعلمها في الأدب. دكتورة رانيا، قبل ما ننتقل للفرق بين الوجودية والعبثية من وجهة نظر البير كامو، عايزة أتكلم عن
نقطة قالها دكتور عزوز، فكرة ان هو قال انا مش انا فنان، انا مش كاتب او روائي، انا أو مش فيلسوف او مش فيلسوف، انا فنان. هل بالفعل ممكن ان يصنف البير كامو ان هو فنان رغم كل الظروف، ورغم يمكن فكره شويه كان قريب من الادب السياسي اكتر من من الكتابه ومن الروايات، او من كتابته للروايات، او من فنه؟ فهل فعلا يصنف كفنان فقط؟ هو فنان، وفنان على درجة كبيرة من الإبداع والتألق. هو أنشأ مسرح اسمه مسرح الأول المسرح الشعبي، المسرح الشعبي هو لو تياترو دي ليكيب، بعدين تياترو هو المسرح الشعبي. وكان هذا في الجزائر، وكان هذا المسرح كان يعتبر ممثلا للجبهة الشعبية الشيوعية في الجزائر. وكان من المفترض أن يعطى أكثر حقوقا وأكثر حرية، ولكنه فوجئ البير كامو أن هذا المسرح الذي هو مبدعه وهو مخرجه وهو يديره بذكر كلمة فنان، لذلك هو فنان عن جدارة، فوجئ أنه تسلط عليه الحكومة الجزائرية في هذا الوقت التي وهي الحكومة الفرنسية، هي الحكومة الفرنسية بكل بساطة. وإذا به يتم إخضاع هذا المسرح للسيادة الفرنسية، وهو هذا الذي كان هو ضده والذي كان يقاومه. كان لا يريد الخضوع لأي سلطة، وبالمناسبة خضوع لأي سلطة، وكان زي جون بول سارتر. جون بول سارتر عندما عرضت عليه جائزة نوبل رفضها، وعندما سئل لماذا في الستينات على ما 67 عندما سئل لماذا رفضت جائزة الأدب، جائزة نوبل للأدب، رد قائلا أنني لا أريد أن أدخل أعمالي وأدابي لشيء من الحساسية أو المجاملات أو يضطر بعد هذه الجائزة أن يتخذ مواقف معينة، يعني حتى لا يؤثر على مبادئه. نعم، على مبادئه بالضبط. هو نفس الشيء بالنسبة لألبير. عندنا مع صنع الله إبراهيم طبعا. نعم، رفض البير كامو. فإذا هو رفض الجائزة. جون بول سارتر. البير كامو تقبل الجائزة، ولكنه ذكر زميل له في المسرح مالرو وقال أنه أحق منه بالجائزة. أنا أريد أن أستعرض أن هذين المفكرين فعلا بغض النظر عن يعني عندما أستعرض فلسفتهما هي فلسفة حياة. يعني عندما كتب جون، هو يوجد يعني فرق بين جون بول سارتر والبير كامو من حيث النشأة، لأن جون بول سارتر هو ابن البرجوازية وولد في الألزاس، يعني هو يعتبر من الأغنياء، من الأثرياء. ولكن البير كامو كان من يعني فعلا، لأنه لذلك تبنى قضية العمال، وتبنى قضية الشعب، وتبنى قضية الفقراء، وتبنى قضية الممتنعين عن المشاركة في الحروب، لأن في هذا العهد كان الذي يمتنع عن التجنيد أو ما شابه ذلك في الدول الغربية كان يعدم أو يسجن. هو كان يدافع عنهم، وكان يدافع عن المسلمين في شمال أفريقيا، كان يدافع عن القبائليين. إذا هو كان بحكم نشأته كما تفضلتي وذكرتي هذا قوى عنده هذه الإنسانية، فأصبح يدافع عن كل من هو فقير، كل من هو متواضع، وده ادى لفلسفته حب وشعبية كبيرة جدا. حتى هذه اللحظة البير كامو بيدرس كفلسفة العبث كفلسفة إنسانية. لا يعني أنا يعني رجاء عدم النظر إلى فلسفة العبث إنها فلسفة نتجاهل بها الحياة أو نمتعض من الموت. لا، هو فلسفة العبث في ملخص هي أنني أعي تماما استخدام خاطئ، أعي تماما أن هذه الحياة لا معنى لها، لأنه لا يقتنع بعالم الغيبيات، ولكنني سأتأقلم على حياتي وسأجد سر سعادتي وسأخلق لنفسي أهدافا أسعى من أجلها إلى السعادة. إذن هي فلسفة تساعد على الحياة وليس تؤدي إلى الموت كما اتهم أو إلى التشاؤم أو ما إلى ذلك. طيب دكتور عزوز، مسرحية كاليجولا تعتبر من أهم المسرحيات على مستوى الوطن العربي، ويمكن اتقدمت هنا في مصر برضو أكتر من مرة. صحيح. ليه بالتحديد المسرحية دي من أهم المسرحيات؟ دي من أهم مسرحياتي لأنها طبعا البطل فيها، أو بلاش البطل، الإنسان اللي هو كان الحاكم الروماني القديم المفتري الذي يبطش بالجميع ويقول أنا الحاكم، أنا الأوحد، أنتم جميعا ملكي. وكان هناك ضد له، هذا الضد هو شخصية الغريب، هو نفسه البير كامو. الضد ده هو البطل في هذا العمل. هذه المسرحية تقوم على الصراع
شوف الصراع لما نتذكر ده صراع تراجيدي. لما نتذكر توفيق الحكيم في الصراع الذهني في مسرحياتي ده تراجيدي. العلاقة بين أو الصراع بين الخير والشر يتمثل في هذه المسرحية. هذه المسرحية لها أبعادها، حتى هو كان بيشير من خلال هذه الجزئيات البسيطة، سواء كان هذا الحاكم الغاصب للحريات، القاتل، الفاشي إلى آخره، بالدول الكبرى التي احتلت الدول الصغرى. وكما أشارت الدكتورة كان بيدافع دايما على هؤلاء الأقليات، حتى المسلمين الذين كانوا في الأندلس، وهنا كان بيدافع عن هذه الفئات. هذه المسرحية تحديدا كانت لها أبعاد أخرى، أبعاد فلسفية، من خلال معرفة ما يمور بداخل فكر هذا الرجل الذي فرغه على الأوراق. هناك أيضا رواية يعني لها بعد، ولها بعد أيضا عبثي لألبرت كامو، وهي رواية الطاعون. طبعا رواية الطاعون رواية غاية في الروعة والجمال. احنا عندنا ناقد فرنسي اسمه لاكون، عما اتذكر لاكون. قد يكون الشعور هو البطل في العمل، نعم. قد يكون الخيال هو البطل في العمل. إذا نظرنا إلى هذه الرواية تحديدا وهي الطاعون، طبعا رحلة الطاعون تحكي أن الفئران في مدينة وهران تحديدا في الجزائر كانت قد أصيبت بمرض الطاعون من خلال الفئران أولا. وننظر إلى الدكتور ريو الذي كان في هذا المكان تحديدا، ونظرته ودفاع الإنسان الذين استماتوا من أجل الدفاع عن هؤلاء البشر الذين يعيشون حيث كان هؤلاء البشر الذين يعيشون في هذا المكان تحديدا يئنون. يعني يروا طبعا ميشيل بواب العمارة التي كان فيها الدكتور ريو كان قد مات بسبب أنه لمس بعض الفئران. لذلك يريد أن يقول أن هناك وفي خضم الصعوبة التي يعيشها الإنسان هناك من يدافع عن الإنسان الآخر، سواء كان بالفكر أو بأي شيء آخر أو بالعمل، كما كان عند الطبيب ريو في رواية الطاعون لألبرت كامو. رواية الطاعون هي رواية عبثية. الطاعون هو رمز رواية الطاعون هي رواية عبثية، ومرض الطاعون هو تمثيل، هو تقنية روائية، هو الاسيميليشن أو الاسيميلاسيون أو فن المقاربة. بمعنى أن مرض الطاعون كان يريد به ألبير كامو أن يشبه به التوسع الألماني، لأن حدث في هذه الآونة في الحرب العالمية الثانية حدث اغتصاب من جهة الألمان لفرنسا، فكانت 3 أخماس فرنسا تخضع للسيطرة الألمانية. وكان هو أشار بذلك، قال أن مرض الطاعون هو التفشي النازية الألمانية في فرنسا، ومحاولة أبطال الرواية في تقنين مساحة هذا المرض ومعالجته والقضاء عليه هي المناضلة الفرنسية، النضال الفرنسي ضد الاستعمار الألماني. صحيح. أما كاليجولا هو ملك فقد أخته وحبيبته، كانت أخته وحبيبته في نفس الوقت دروسيلا، وبعد وفاتها كان ملكا عادلا قبل الوفاة، ولكن جاء الموت ليقلب ميزان الأشياء عند كاليجولا، فأخذ يبطش بالشعب، أخذ يأمر بمقتل عدد لا نهائي من الشعب، ليس إلا ليقول أنني هنا مثل الرب أو من قتل دروسيلا، وسأقوم أنا الوحيد، أنا الحر. وهو في الآخر نهاية الرواية أن المسرحية أن قام الشعب بطعن كاليجولا. طيب في روايه مسرحيه رائعه على فكره. انا مسرحيه رائعه. هي اتمثلت هي والطاعون هنا عندنا في مصر. وهي يمكن يعني ترجمتها او يبقى لها تفسير في اي مجتمع في اي زمن. عشان كده روايات او مسرحيات ألبير كامو لا يمكن ان هي يبقى لها زمن معين. هي ده سر خلود الادب بقى في العصر الروماني فعلا. نعم. طيب في ايضا روايه الرباط السعيد.
الموت السعيد. الموت السعيد. السعيد. دي برضو من اهم الروايات اللي اثارت صحيح. ضجه كبيره صحيح. جدا. هو يبحث عن السعاده في باي طريقه كانت. الموت السعيد. يعني نعم. حتى التناقض في العنوان، بالظبط العنوان في تناقض. يعني العنوان كما كان يقول احد الكتاب الفرنسيين ليو هوك، اما اتذكر في كتابه الشهير اللي هو بوردوكاسيو دو لونتيغي رومانيسك، انتاج الفائده الروائيه، يتحدث عن العنوان. قد يكون العنوان له دلالاته البعيده، وبالفعل حينما يكون هناك عنوان فيه تناقض يبقى لابد ان تكون العمل باكمله في نوع من التناقض او البعد التراجيدي طالما في تناقض. الموت السعيد في هذه الروايه تحديدا اراد ان يقول ان الانسان قد يبحث عن سعادته في اي مكان وباي طريقه، حتى لو قتل من اجل الوصول الى السعاده التي يريدها هذا البطل. فروايه الموت السعيد من ضمن افضل الروايات اللي موجوده والتي قرات، والتي ما زال هناك فيها قراءات عديده. كما تفضلت الدكتوره وقالت ان الفئران في الطاعون هي رمز للفاشيه، بالفعل هي رمز للفاشيه، رمز للفساد، رمز للنهش، للاكل. يعني هذا النهش للبشر هو بالفعل طاعون. حتى اذا ما كتب هذا الرجل هذا العمل الرائع تجلت كتاباتي في هذا الامر، في البعد الفكري وفي نفس الوقت هو عبث، ولكن عبث يؤدي الى اشياء جميله فيها. دكتوره رانيا، لو اتكلمنا عن فلسفه ألبير كامو ما بين العبثيه والوجوديه. اولا هو كما تفضلتي وتفضل الدكتور، هو ويعني قلتم ان هو كان تلميذ لجون بول سارتر، هذه حقيقه. هو كان تلميذ لجون بول سارتر وكان يؤمن بمبدا بفلسفه الوجوديه، ثم تحول بعد ذلك الى فلسفه العبثيه، وهي تختلف تماما عن فلسفه الوجوديه بالمناسبه. طب انا عايزه بس اقول الرساله اللي هو ارسلها لسارتر. قال فيها: صداقتنا لن تكن سهله، لكنني والرد بتاعها بقى احن اليها اذا كنت قطعتها الان، فهذا لأنها بلا شك تستوجب القطيعة. كثيرة هي الأشياء التي تجمعنا وقليلة التي تفرقنا، لكن هذا القليل كان بدوره كثير. نعم، هو الوجودية هي تبنى على مذهب أن الوجود يسبق في تلخيص، يعني أن الوجود يسبق الماهية. الوجود يعني أن الإنسان يخلق ويوجد أولا، ثم تتحقق ماهيته أو ماذا سيكون. يعني أنا أولد رانيا، ولكن وجودي كرانيا، ولكن بعد ذلك أنا أحقق كيف ستكون رانيا، كيف ستكون ماهية رانيا. من منطلق هذا المذهب أن الماهية تسبق، أن الوجود يسبق الماهية، إذن الإنسان يوجد أشياء حتمية مثل القدر، ولكن قدر وحياته هي تنبع من اختياراته الشخصية. أنا أختار أن أكون إنسانة مستقيمة، وأختار أن أكون إنسانة سيئة. هو كان يؤمن بالقدر، يؤمن بالقدر، ولكنه يؤمن، هو جون بول سارتر صاحب مقولة مشهورة: الإنسان قذف به إلى العالم. يؤمن بوجود رب. يعني إيمان بالقدر والإلحاده. نعم، هو ما هو الإلحاد؟ الإلحاد لا يعتنق ديانة معينة، لا يعتنق، هو يقتنع أن يوجد خالق لهذا الكون، ولكن هذا الخالق خلق هذا الكون وتركه، ولذلك هو صاحب مقولة مشهورة: الإنسان قذف به إلى العالم، قذف به إلى الأرض. يعني قذف، يعني ربنا خلقه وتركه يواجه مصيره. إذن هو حتميا يؤمن أنه يوجد قدر ويوجد تعالى، ولكن يؤمن أن هناك حرية. إذن أنا حرية في الاختيار، وأن الإنسان مسؤول عن اختياراته ومسؤول عن صناعة سعادته. هو وجد، هو ليس مسؤولا عن ذلك لأن هذا شيء قدري، ولكنه مسؤول عن ماهيته، مسؤول عن كينونته. دي الوجودية. العبثية شيء آخر. يعني العبثية هو أن الحياة لا معنى لها، يعني ليس لها علاقة بالوجود والماهية، هي أن الحياة لا معنى لها ما دامت تنتهي بالموت. ما دمت أعرف أن حياتي تنتهي للموت، لماذا لا أموت اليوم؟ لماذا لا أنتحر؟ رغم أن هو كان محب للحياة، كان عاشق للحياة. ما هي دي بقى التناقض، ما هي دي تناقض العبث، أنني أعي. وعلى فكرة معظم المفكرين الغربيين الأوروبيين المعاصرين مؤمنين بالوجودية وبالعبث. صحيح. مؤمنين بالوجودية والعبث. هي العبث هو أننا الحياة تنتهي بالموت، إذا ما الفائدة؟ هو اللي بينقذنا احنا كشرقيين مسلمين أو مسيحيين
أننا نؤمن أن يوجد حياة أخرى، وده كان إنقاذ. وبذكر هذه المقولة يحضرني فيلسوف ومفكر تونسي محمود المسعدي عندما تحدث عن الوجودية. السد نعم السد تحدث عن الوجودية وقال نحمد الله أنه يوجد الله يوجد الرب. الحمد لله أننا نعرف أننا إله، وإلا ماذا سيكون ردنا على هذه التساؤلات التي تتعدى منطقنا وتتعدى عقولنا. فإذا الحمد، ولذلك أطلق على محمود المسعدي الوجودي المسلم. صحيح. لأنه فكر وجودي، ولكنه يرجع ما لا يفهمه أو ما لا يستطيع تحمله عقله إلى يمكن في نفس السياق اللي ذكرت الدكتورة ذكرتني بحاجة مهمة قوي عند المسعدي تحديدا في هذه الرواية التي أطلق عليها مسرحية ولكن هي رواية السد. هي تبدأ برضو بالحديث عن سيزيف اليوناني، وكل ما في الرواية هو ما هو إلا عبث أيضا وجودي. عبث. كله. هذه الرواية بكل ما فيها وبكل مشتملاتها، حتى كان الدكتور طه حسين كتب عنها مقالة كبيرة، ونفس المسعدي رد على الدكتور طه حسين. كان طبعا كان هناك حراك أدبي ثقافي راقي. طبعا هو وجودي هذا الرجل. بمناسبة هذه الرواية تحديدا التي كتبها المسعدي، وهي من 8 مناظر عما أتذكر، أراد من خلالها أن يظهر مدى معرفة الشخصية بالوجودية، وأراد أن يذكر شيئا مهما، وهو أننا نعلم جميعا أن هناك إلها يحكم هذا الكون. طبعا حتى من خلال السد نفسه، سواء السد أو السد كلاهما صحيح. السد نفسه الذي كان يبنيه بطل العمل هو غيلان عما أتذكر في هذه الرواية تحديدا، ثم ينهار هذا السد، ثم يأتي بعد ذلك ليبنيه من جديد. حينما قال طه حسين عن هذا العمل أنه عبثي وأنه وجودي، أراد أن يرد عليه المسعدي بكلمات، وأراد أن يرد على مقالته السابقة بأن هذا هو العبث، ولكن هناك ما هو أبعد من ذلك الذي يبحث عنه هذا الرجل، يبحث عن القيمة في هذا العمل. ده بالنسبة رواية تحديد سيزيف اليوناني. طيب لو هنتطرق لألبير كامو بين فرنسا والجزائر، كان حائر يعني، والصراع الوجداني العقلي. نعم. زي ما قال الدكتور عزوز كان حائر ان هو اصله جزائري، الام بالتبني والام بالتبني زي الوطن ام الام بالتبني والوطن. نعم. وفي نفس الوقت كان مع المقاومه الجزائريه ضد فرنسا، وكان مع المقاومه الفرنسيه ضد المانيا. فالحقيقه عاش صراع وجداني وعقلي كبير جدا ما بين الجزائر وفرنسا. اثر في فكره قد ايه؟ اثر في فكره في رواياته في ظهور كان في صراع في رواياته. نعم كان في صراع. نعم هو بذكر هذا منذ 2 ولكن لا يحضرني الاسم، عشان كده كنت لا اريد ان اتدرج. رواية الغريب بالتحديد كان بتعبر رواية عن اكيد ظهور العربي، يعني ظهور العربي باسم العربي يعني لا هذه الرواية ليس له دور. نعم اتهم بالعنصرية لأنه فرنسي يقتل عربي ويقتله بدون سبب ويقول قتلته من أجل ضربة شمس. هذا يسيء للفرنسيين، يعني هذا يسيء للفرنسيين ويسيء دولة فرنسا. ويقصد ذلك. هو كان عنده تناقضا، يعني هو هذا التناقض بين الدولتين. نشأ وهو طفل لا يعرف أين وطنه، هل وطنه هي فرنسا أم وطنه هي الجزائر. اتعلم في جامعة الجزائر، كان محب الدولتين ولكنه كان متناقضا وكان متناقضا، ولكنه كان ضد الفرنسيين في وجودهم في وكان ضد الفرنسيين الفكر كان ضد الظلم وكان يدافع ضد فرنسا او ضد الاحتلال كاحتلال او ضد الاحتلال عشان خاطر لان هو ساند المقاومه الفرنسيه ضد الاحتلال الالماني. ولكن ده وطنه، يعني هو كده بيعارض وطنه، يعني هو ممكن ان يتهم بالخيانه ضد احتلال فرنسي، وده برضه كان وطني. من اجل ذلك كان يعيش في قهر. هذا القهر الذي كان يحيى. وفي هذا العهد كان ظهر كاريكاتير تظهر فيه قدم سوداء. القدم السوداء هي كانت دلالة قدم المستعمر المستوطن الذي يستغل بلد ليست بلده والذي يدعي أنها بلده، لأن فرنسا قبل الاستقلال كانت
ترى أن الجزائر ولاية فرنسية، يعني لم تكن، هم خرجوا بالبكاء والعويل، يعني هم تركوا الجزائر فعلا كأن قطعة لحم، يعني لأن هم بالنسبة لهم لأن حتى الآن يعني كان فعلا حد وقيلت بالفرنسية كأنه قطع من لحمهم، يعني دي حقيقة، لأن هم كانوا يرون أن الجزائر هي دولة فرنسية، هي دولة فرنسية. هذا التناقض كان موجود عند ألبير كامو، وألبير كامو كان متناقضا في حياته، تارة كان وجودي، تارة كان عبثي. أثر في دولة الجزائر حتى الآن، طبعاً. أكيد هم يحاولون أن يناهضوا، يعني هذا التأثير، ويحاولون أن يستعيدوا قيمة اللغة العربية مرة أخرى. لا أعرف إذا كنت تعلمين أن في كثير من المدارس الجزائرية يدرسون باللغة العربية، وعربوا الكثير من المناهج العلمية، هم بصدد فعلا أنهم البحث عن الهوية وأن يستعيدوا هويتهم مرة أخرى. أوكي. طيب دكتور عزوز، لو تحدثنا عن ألبير كامو الكاتب المسرحي والروائي. أولا الكاتب ده هو ألبير كامو، اختلفت الروايات عن الكتابات المسرحية؟ يعني لما نشوف كاتب يكتب روايات عديدة ثم ينتقل من الروايات إلى المسرحيات، في هذه الحالة نحاول أن نصنع مقارنة بين الاثنين. ولكن هذا الكاتب وأعماله القليلة كتب في المسرح وكتب في الرواية. إبداعه في المسرح مساوي تماما لإبداعه في العمل الروائي، لأنه صاحب قضية. هذا الرجل ألبير كامو من خلال فكره وخلال كتاباته التي دونها على صفحات أعماله الأدبية، نمت عن عقلية أولا عاشت فترة كبيرة في قهر وتعب وألم ومشقة نظير حياته التي عاشها، سواء بعدما فقد والده وتربى ونشأ فلما يجد والده، ثم بعد ذلك بعد أن تعلم في الجزائر وسافر إلى فرنسا، أصبح بين بلدين، وهذان البلدان لهما في قلبه صبابة ووجد، فأصبح حائرا. هذا الأمر انعكس على كتاباته، سواء كان في رواية الطاعون أو في الغريب أو في سوء التفاهم المسرحية أو في مسرحياته الأخرى. ألبير كامو هذا الكاتب العبثي في نهاية المطاف عبر عن الحياة بفكره، بآلامه وبأوجاعه. لذلك تشاهدين أن أعماله ستظل خالدة دون أن يكون هناك نفاق لبعض الأنظمة إذا جاز التعبير، أو أمر آخر أراد أن يدونه في هو كان مغضوب عليه لأنه لم ينافق. هو كان مغضوب عليه لأنه لم ينافق. لم ينافق الاستعمار الفرنسي في الجزائر، لذلك استبعد من الجزائر. لم ينافق جان بول سارتر، ولم ينافق الاتحاد السوفيتي، لذلك فقد صداقة جان بول سارتر. هل الفكر العبثي ممكن يؤذي بفيلسوف أو أديب للنفاق؟ هو لا مستحيل. لأن ممكن ينطلق الفكر العبثي، مستحيل يكون منافق. ولكن حتى يومنا هذا لسنا نعتنق، ولكن نعتقد بجمال فكر جان بول سارتر وبإنسانية. هو كتب الاكزيستنسياليزم هيومانيزم، يعني الوجودية هي إنسانية. مقالاته العديدة، ولكن حتى هذه اللحظة تساؤلات. لماذا تغاضى جان بول سارتر عن ممارسات الاتحاد السوفيتي في معتقلات؟ يعني كيف ينادي بهذا المثل، وكيف ينادي يحارب كان حكومته في هذا الوقت الفرنسية بأن تتمثل بحكومة الشيوعية وستالين ولينين وستالين والناس دي، وهو يرى ماذا كان يحدث بداخل الاتحاد السوفيتي، وهنا كانت علامات استفهام. وألبير كامو كان جريئا بهذه الصورة. هل كان له علاقة بأسبانيا؟ كان له علاقه باسبانيا، لان هو كان في الوقت هو كان بيدافع عن المناضلين الاسبان ضد النازيين. له كتابه في هذا الشان عن اسبانيا تحديدا. يعني انا قصدي ان والدته اسبانيه، فطبيعي ان هو كان هو كان بيدافع عن المناضلين الاسبان ضد النازيين. هو ألبير كامو كان جريء بما يكفي. يذكرني موقف يعني طريف، حاله حصار. نعم، كان بيتحدث عن اسبانيا في هذه الجزئيه. نعم. يذكرني موقف أنه أول مقابلة كانت مع جان بول سارتر كان في جلسة عمل، جلسة لقراءة لمسرحية لبابلو بيكاسو، وكان في هذه الجلسة يحضر بابلو بيكاسو ويحضر جان بول سارتر وسيمون دو بوفوار صديقته يعني وصديقة عمره وكفاحه يعني. كان يناديها جان بول سارتر بكاستور، يعني هي كان يناديها باسم كاستور. فجي كامو، هو مخرج مسرحي كامو ومؤلف مسرحي وقائد
فرقة وإذا به ينتقد الملابس أو الكوستيومز للمسرحية بابلو بيكاسو والتي كانت صممتها سيمون دو بوفوار، وكان سينشب نوع من سوء التفاهم بين سيمون دو بوفوار وبالتالي بين جون بول سارتر وألبير كامو، وكان هذا أول مقابلة بين جون بول سارتر وألبير كامو. إذا ألبير كامو هو شخص متمرد، هو يتحدث عن التمرد، هو متمرد. بعدين الوجوديه نفسها، الوجوديه موجوده عندنا في الادب العربي في اعمال نجيب محفوظ، هو تاثر بالكتاب الكبار. نعم. نجيب محفوظ في معظم، يعني مثلا في اللص والكلاب تلاحظين حضرتك سعيد مهران ده وجودي، راجل خرج من السجن وجد زوجته في احضان غيره فهام على وجهه هنا باحثا، وايضا كان يبحث وهو في خلال بحثه كان في عبث، وفي النهايه مات هذا الرجل، ولكن لديه فكر. ايضا في السمان والخريف معظم اعمال نجيب محفوظ وجوديه، هذا الوجودي هو متاثر ايضا بكتابات غربيين كثيرين. طيب اخيرا نتحدث عن وفاه ألبير كامو. 46 سنه هو مات، هو عنده 46 سنه وفي جيبه تذكره القطار. انا عايزه اعرف سر تذكره القطار لحد دلوقتي. هو صديقه اللي ومات تذكره القطار هو في حادث سياره. نعم في حادث سياره زي رولان بارت. وفاه دراميه. صحيح، وفاه دراميه وتحضرني، يعني هو عاش غريبا، عاش غريبا ومات غريبا. نعم. تحضرني في هذه الوفاه، بس هو لم تصدمه سياره، هو يقال ان تم انفجر كسرعه جنونيه وانفجرت احدى اطارات السياره. لماذا تم طرح وفاه ألبير كامو؟ لان ألبير كامو كان مناضل سياسي، فطبعا لما مناضل سياسي طبعا فهو رجعوا في الاخر واتفقوا ان هي كانت حادثه قضاء وقدر، وكان انفجار احدى الاطارات، وكان تم التركيز على نقطه ان كان معاه تذكره قطار، وان كان معاه مسوده مانوسكري لكتاب اللي عمله جديد، ان هو لاخر لحظه في عمره عشان ما حدش يفسر انها انتحار. لان هو ألبير كامو منذ ان تحدث عن فلسفه العبث وهو كان متهما بان هو فلسفته تؤدي الى الانتحار، لان بدل الحياه عبثيه والحياه ما لهاش معنى، طب ما ننتحر بقى ونموت. فهو لا، ما كان ضد الانتحار لاخر لحظه. اذا عشان كده الحادثه بتاعت العربيه دي تم التركيز على نقطه ان معاه تذكره قطار وانه معاه مسوده، يعني حتى اخر لحظه قد يكون ان هو يعشق الحياه ويعشق النجاح بشكر يستحق الدراسه. يستحق الدراسه اكيد طبعا. دكتور عزوز علي اسماعيل الناقد الادبي، بشكر حضرتك على وجودك معنا النهارده. دكتوره رانيا حسن استاذ الادب الفرنسي بكليه اداب جامعه حلوان، بشكرك على وجودك معنا النهارده. مشاهدينا خلصت حلقتنا. شخصيتنا النهارده كان الروائي والفيلسوف والكاتب المسرحي الفرنسي ألبير كامو الجزائري. ايضا بشكركم، وانتظرونا الاسبوع القادم وحلقه جديده.